تابعناها على مدار الشوطين. الشوط الأول انتهى بتقدم الإماراتي بعد أن استطاع خلفان إبراهيم تسجيل الهدف الأول لمنتخب قطر من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 11. أدرك التعادل المنتخب الإماراتي عن طريق الكابتن واللاعب المميز عمر عبد الرحمن في الدقيقة 14 من ركلة ثابتة تشاهدونها أمامكم الآن. وبعد ذلك تمكن المنتخب الإماراتي من في الإمارات الثاني علي مبخوت يملك حساسية التهديف، 10 أهداف مع الجزيرة. وشوف هو اللي لعب الكرة، ما هو في موقف تسلل. أحمد خليل، مسعد الحمد يتعازمون دفاع العنابي وقالوا هم عليه، خلوها علي ويأتي علي مبخوت ويسجل الهدف الثاني للأبيض. قادم كرة ملعب الراس، الله، قدرة وترشيحا حقيقة للقب بطولة 21. شوف الرأسية من قلب الدفاع محمد أحمد، الله، عكس الاتجاه لقاسم برهان. الإمارات تتقدم بالثالث برأسية قلب دفاع.